انطلاق المباراة من جانب وفاق سطيف. تبادل هذه كرة بيزيد داخل منطقة العمليات ومرت من امام الجميع. هذه الكرة داخل منطقة العمليات تبقى لصالح المولودية رأسية والهدف الأول لبيزيد. نعم أنيس. إذا أجواء كبيرة هنا في دكة. معليش نشوف الإعادة أنيس. الرأسية تمريرة ذكية، شوف واصطدمت بأحد المدافعين في المرة الأولى ثم عادت ورأسية تقريبا في الزاوية البعيدة، خادعت وغالطت زكريا سعيدي الذي تلقى الهدف الأول. معذرة نجح فيها المراوغة. صعبة هذه الكرة. كرة حليمية، شوف على الجهة اليمنى التوزيعة، لكن التدخل موفق بصعوبة من جانب زكريا سعيدي. بهذه الكرة على الجهة اليسرى، بليلي يبحث عن المراوغة. شوف المراوغة من بليلي، مراوغة بليلي لديارة مريبة. يزيد يتلقى البطاقة، شوف المراوغة طويلة من جمال بالعمري إلى الثلاثي بليلي، وقف كورتو، ينجح في تمرير هذه الكرة. الثاني لمولودية الجزائر. شوف وضعية حليمية نقدر نقول مفاجئة في هذه الوضعية. شوف تمريرة وإضافة الثاني لفريق مولودية الجزائر. مدرب ديما ذكية. نعم أنيس. حليمية نقدر نقول في وضعية اللي المفروض كان يكون فيها ربما تسديدة، لكنها رديف. حمري يبحث عن المراوغة، يتحصل على الخطأ. عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة العملية، تنفذ هذه الكرة. ماذا هناك؟ والهدف في المرة الثانية بصعوبة. خلف منفذة بطريقة جيدة، ولو أنه بدت وكأنها قد تكون تجاوزت الخط أم لا. على كل المتابعة تمت، وزغات يقلص الفارق لصالح وفاق سطيف. بينما سعيدي يتدخل بهذه الكرة من الجانبين. شوف هذه المحاولة الأخيرة، سعيدي ثم التوزيع من موالي وتيا. ذكر بأهداف المباراة بيزيد الدقيقة 9، حليمية الدقيقة 21 لصالح المولودية، والزغاد يقلص الفارق من جانب وفاق سطيف. بهذه الطريقة بعد هذه المحاولة نقدر نقول صعب جدا الحكم. كوليبالي سدد بقوة، بينقذ الموقف على مرتين. نشوف آخر لقطة وآخر تسديدة، كان هذه التمريرة في وسط الميدان، دائما الكرة الصيفية لبوشامة، توغل التسديد من بعيد وهدف التعادل. التسديد من بعيد وهدف التعادل عن طريق بوشامة صالح. شوف خذا كامل وقته، سدد بقوة وبدقة على يسار الحارس لتيم، يتمكن من معادلة النتيجة وإعادة الأمور إلى بدايتها وإلى طبيعتها. أوكيل عمار لاعب السابق لمولودية الجزائر يتمكن إذن من إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد هذه التسديدة الدقيقة باليسرى. هدف أعاد الروح الذي استعاد توازنه كاملا بالنظر إلى النتيجة وحتى إلى التحسن في الأداء. نعيجي دولة تنفيذ هذه الركنية، نفذ هذه الركنية القائمة والكرة تجاوزت الخط، وبالتالي ضربة مرمى. لعب للفريق الثاني لموناكو، كرة طويلة لكنها بعيدة، 8 ضاعت على عبد المؤمن شيخي. شوف هذه الكرة تعود مرة ثانية، ينجح في المراوغة، زيد يوزع الثالث عن طريق بليلي، راسية بليلي القائم الأول تقريبا بنفس الطريقة، يضيف الثالث والرابع في رصيده. شوف المراوغة
تمكن يوسف بالليلي من إضافة الثالث. شوف التوزيعة وراسية يوسف بالليلي غالطت الحارس الذي اصطدمت هذه الكرة قبل أن تصل إليه، اصطدمت بكولويبالي سليمان. ومع الجهة اليمنى طرف فتح الله إلى الجهة اليمنى، توزيعة والرابع عن طريق بيزيد، توزيعة والرابع عن طريق بيزيد، رابع في هذه الدقيقة 11. شوف طاهر فتح الله على الجهة اليمنى التوزيعة. شوف اللاعبين المدافعين يرجعون إلى الخلف ومنحوا المساحة اللازمة لبيزيد ورفقائه بعد هذه التوزيعة من جانب العيش. وضعية المرحلة الأولى تقريبا 20 و 25 دقيقة الأولى. شوف الهدف الرابع لبيزيد. في انتظار دخول زوركان من جانب مولودية الجزائر الذي سيدخل الآن. زوركان في مكان اللاعب رقم 24. والدائري وتدخل جمال بالعامل. دخول المهاجم خير الدين مرزوقي، مكان مسجل في نصف ساعة أو بعد مرور نصف ساعة. يوسف بالليلي، أرضية مخادعة لكنها جانبية. من هذه المرحلة الثانية. شوف كرة مخادعة لكنها لم تكن في الإطار ولم تكن أيضا قوية. كرة طبعا لم يتفطن الجزائر، ومع عكس النصف الثاني من المرحلة الأولى. من خماسة ما يتمكنش من هذه الكرة، تمريرة ذكية هذه الكرة والثالث، ذكية هذه الكرة والثالث. كنت نتحدث عن أنه كان مرتاح البال، لكن تمريرة ذكية، عملية جماعية في المستوى من الحمري. بوشامة يتوغل يراوغ ويمرر أو يسجل مباشرة. بوشامة صالح عبد التواب يضيف الثالث لوفاق سطيف. 4-3 بعد مرور 35 دقيقة.